السلام عليكم ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بودكاست كلام من أمريكا. في الأيام القليلة الأخيرة قيل الكثير من الكلام في مسلسل حلحلة قضية الصحراء المغربية المفتعلة، وكان القليل فقط ما دل من هذا الكلام. وما قل ودل من هذا الكلام هو أن قطار هذه القضية قد وصل إلى محطته النهائية. كيف ذلك؟ رافقوني إلى نهاية هذا الفيديو لنعرف معا الجواب على هذا السؤال. ومن لم يشترك بعد في هذه القناة فليتفضل مشكورا. كان يوم أمس الاثنين 14 أبريل يوما مفصليا في هذا النزاع الذي دام نصف قرن كما تعرف، وكان مفصليا لما جاء على لسان رجلين مهمين يمثلان الحل عن طريق الشرعية الدولية، الممثل الشخصي للأمم أو للأمين العام للأمم المتحدة من جهة، ورئيس بعثة المينورسو من جهة ثانية. فمن إحاطة الأول الإسباني ستيفان دي ميستورا يستخلص أن خيار الاستفتاء قد أقبر رسميا ونهائيا، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار الوحيد والأوحد. أما الثاني الروسي ألكسندر إيفانكو فقد خرج تقريره عن المألوف وذهب إلى حد كشف وجه البوليساريو الحقيقي، حيث أكد أن ليس هناك حرب ضروس ومستمرة وفتاكة ضد القوات المسلحة الملكية المغربية كما تدعي ذلك المجموعة الانفصالية. وبناء على هذا وذاك أكد الرجلان على أن 90 يوما القادمة ستكون حاسمة في طي ملف هذا النزاع بصفة نهائية على المستوى الأممي. ويرى الملاحظون أن نجاحات الدبلوماسية المغربية المتمثلة في اعترافات متزايدة بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية أدت إلى إرادة الكبار في هذا العالم في الإسراع بطي هذا الملف، خاصة بعد تعقل المستعمر السابق لهذه المنطقة ورجوعه إلى الصواب، وبطريقة أخص بعد خروج المستعمر الآخر من المنطقة الرمادية واختياره الصحيح للسيادة المغربية والدفاع عن الحكم الذاتي في إطارها كحل وحيد وأوحد. لكن آخرين يرون أن انحياز إسبانيا وفرنسا للمغرب لم يكن ليؤثر بشكل فعال ومصيري ونهائي لولا إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها في الميزان الأممي. تأكيد الاعتراف الأمريكي بعد اللقاء التاريخي بين ناصر بوريطة وماركو روبيو بواشنطن الأسبوع الماضي هي إذن النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بالحل الأممي لهذا النزاع. وهكذا ندخل في الحلقة الأخيرة لهذا المسلسل القانوني، وتشكل 3 أشهر القادمة أجلا يرتقب أن يرتب خلالها مجلس الأمن أوراقه ويسحب القضية من اللجنة الرابعة المكلفة بإنهاء الاحتلال، ومن ثم من هذا المنتظم الدولي ككل. كل هذا مفهوم وممتاز، لكن السؤالين اللذين لا زالا يطرحان نفسيهما بإلحاح هما كالتالي: على ماذا سيتفاوض الأطراف؟ وكيف سيتم تنزيل الحكم الذاتي؟ إذا قبلت الجزائر والبوليساريو الطرح المغربي الذي أصبح هو الخيار الدولي، فذلك سوف يختصر الطريق أمام الجميع
للوصول بسفينة هذا النزاع إلى بر الأمان. في هذه الحال هناك من المحللين من يرى أن دور الجزائر يكمن في تأمين التحاق الصحراويين المحتجزين في مخيمات التندوف بإخوانهم في الأقاليم الجنوبية، وهذا أضعف الإيمان، ومن شأنه أن يخلصها من عبء إنساني وديموغرافي وأمني أصبح مؤخرا مقلقا ومهددا لاستقرارها. أما بالنسبة للبوليساريو فيبقى الوطن غفورا رحيما، ويمكن لمسؤوليها كما يذهب بعض الملاحظين أن يخوضوا التجربة الديمقراطية الحقة إلى جانب مواطنيهم المغاربة الصحراويين في إطار التدبير المحلي لشؤونهم وتنزيل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. لكن كما يقول بعضهم، كيف ومن سيحدد الهوية الصحراوية هناك في المخيمات ويميز بين والمرتزق؟ ويرد البعض الآخر أن هذه المهمة قد توكل للبعثة الأممية في حلتها الجديدة بعد إعادة تسميتها وتكييفها مع الواقع الجديد، وقبل تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لنحتفل جميعا بعد حوالي نصف عام من الآن، كما لمح إلى ذلك أمس عمر هلال سفير المغرب الدائم لدى الأمم. ولأجل ذلك يجب أن تتصارع كل هذه الأحداث وتنقشع الغيوم وتتحقق الأهداف قبل حلول 6 نوفمبر المقبل، يوم يؤرخ للنصف قرن من رجوع الصحراء إلى حضن الوطن بعد مجرد مسيرة سلمية خضراء. أما إذا تعنتت الجارة الشرقية ومعها صنيعتها الانفصالية وتعلقتا بأحلام اليقظة، فإن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، واعصفي يا رياح واهتزي يا رمال، وانتهى الكلام. إلى اللقاء.